النهارده بقى هنعمل مع بعض السمك المقلي على طريقتي. سمك مقلي ورز وسلطة، بس طريقته حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بيكم. النهارده بقى ايه، تعالوا شوفوا طريقة السمك المقلي معايا البلطي. هنا معايا 2 كيلو من السمك زي ما انتم شايفين كده، نضفته وغسلته خليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده اهوت. ومعايا توم، هنعمل بقى الدقة بتاعته. توم، ومعايا ليمونتين، طبعا سمك يعني بيعوز ليمون كتير. ومعايا فلفل احمر وفلفل اخضر. وهنا ايه، هنبدأ بقى ايه نعمل الخلطة بتاعته. بس الاول بدايه كده بجيب السمكيه زي ما انتم شايفين كده وبفتحها. بصوا طريقه السمك دي حلوه قوي، هتعجبكم، جربوها على طريقتي وهتاخدوا منها نتيجه حلوه قوي. دي احلى طريقه انا جربتها وطلعت معايا حلوه جدا. بفتحه كده عشان لما اجي اعمل الدقه بتاعته بحشي الفتحات اللي انتم شايفينها دي، بتدي للسمك طعم حلو قوي. هنا بقى هنزل في الكبه بالثوم، وبعد كده بالفلفل اهوت، فلفل احمر واخضر. مفيش احمر اخضر ماشي، بس انا كان عندي دوت ودوت، فالاحمر برضو بيديله يعني بيديله طعم حلو. وهنا معايا كمون، طبعا انتوا عارفين السمك يعني كمون، كمون وليمون، بتكتري في الكمون والليمون. وهنا معايا الملح اهو، بتظبطي ملحك والليمون. هنعصر ليمونتين كبار كده عشان ايه، يعني اي زفاره، بس انا غسلاه حلو جدا ومنضفاه وغسلاه يعني غسلاه من حلو ونقعاه. وبعدين في حاجه صغيره كده كده عايزه اقول لكم عليها. انا ما بنقعش السمك في ميه، لان لما بتيجي تنقعيه في ميه وتيجي تعمليه بتحس ان هو ايه، اللحم بتاعه مهري شويه. بغسله كويس جدا وبنضفه تحت الحنفيه، وبعد كده بحط عليه ملح وليمون وكمون، وبسيبه ايه قيمه نص ساعه كده. اهي هنا معايا بقى الخلطه خلصت اهي، ضربتها في الكبه. هنبدا بقى ايه نحشي السمك مع بعض. هشيل بقى حته من الدقه، انتوا هتعرفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه. هجيب بقى سمكيه كده معايا، هحشيها كويس جدا من جوه، هحشي قلبها من جوه. على فكره انا سايبه بتاعه النخشوش ديت، بتدي للسمكه طول وبتبقى مقرمشه وجميله، بس انا النخشوش من جوه انا شايلاه ومنضفاه، هي فاضيه، هي منظر بس كده اهي. حشيت السمك زي ما انتم شايفينه كده، وهاجي برضو في الفتحات اللي انا فتحتها ديت هحشي السمك برضو. يعني بعد ما السمكه بتتقلي وانت بتاكليها، اللحم من جوه بيبقى شارب من التتبيله وبيبقى طعمه روعه اهي. يعني زي ما وريتها لكم كده. هكمل بقى بقيه الكميه وايه هرجع لكم تاني. هنا بقى هجيب كيسه معايا وهحط فيها دقيق. بصوا فكره الكيسه دي حلوه قوي، ولا بتوسخ لك الرخامه ولا بتبهدل لك الدنيا، وبتخلي السمكه تتغلف حلو جدا من الدقيق. جبت هنا بقول لكم دوت نشا. هجيب السمكيه كده وهحطها. انا حطيت في الكيس دقيق ونشا وكمون وملح، بس هي ما اعرفش ما جاتش في مقطع الفيديو. وبمسك كده زي ما انتم شفتوا، بحط السمكيه وبقلبها كده، برج الكيس. بصوا بتتغلف حلو جدا من جوه، والدقه ما بتقعش ولا اي حاجه، يعني الخلطه ما بتقعش من السمك اهو. هكمل بقى بقيه الكميه. هنا كان معايا طاسه حطيت فيها زيت، هسيب الزيت يسخن كويس جدا وبعد كده هنزل بالسمك اهو. لو الطاسه معاكي كبيره بتحطي 3 سمكات، لو الطاسه صغيره شويه ما تكتريش عشان السمك ياخد راحته. وهنا بقى كل بعد ما اطلع كام سمكيه، يعني كل دور اشيل بالمصفى. الحركه دي مهمه جدا عشان السمك يطلع معاكي لاخر حاجه لونه ذهبي وحلو كده ومش مغمق اهي. بطلع اي حاجه وقعت من بطن السمكه بالمصفى اهي. التكه دي مهمه جدا عشان تخلي معاكي السمكه ما يلزقش عليها اي حاجه اهي. نضفت الزيت كويس جدا وهنزل ببقيه السمك اهو. هتاخدي السمكه مقرمشه وجوسي من جوه، طريه، لحمها طري، مستويه حلوه جدا.
واهم حاجه الزيت يبقى كتير شويه عشان السمك يطلع معاكي مقرمش وحلو، والنشا بيخلي السمكه مقرمشه وحلوه جدا زي بتاع المحلات واحسن بقى. هنا بقى عندي بعد ما طلعت السمك بطلعه على شبكه، ما بطلعوش على مناديل، لان المناديل بتطري السمك وبتخلي الزيت اللي بينزل منه بيخلي السمكه طريه. الشبكه اي زيت في السمكه بينزل وبتبقى ناشفه بالشكل اللي انتم شايفينه. هنا بقى معايا هنعمل الرز الصياديه. هنا جبت بصلايه، حله فيها حبه زيت وبصلايه، هشوح كده البصلايه. هبدأ بقى ايه اخلي البصلايه لونها يبقى بني كده شويه، مش محروقه ولا فاتحه، بني كده اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، لانه بيخلي يعني مش تحرقها قوي قوي عشان ما تمررش، بيخلي الرز حلو قوي. دي حبه الدقه اللي انا شلتهم اللي قلت لكم هوريكم هستخدمها في ايه. بتحطيها مع البصله بتدي طعم وريحه روعه للرز. وبعد كده هنا هنزل بالميه. هنا بقى معلش كنت بصور بايد واحده فالكاميرا مش كانت مظبوطه معايا، ما كنتش حاطه التليفون على الحامل يعني. كده بقى هحط كمون واحط برضو الملح، ظبطي ملحك وظبطي كمونك. وبعد كده بقى الميه هتغلي معايا، هسيب الميه تغلي. التركه بتاعت الخلطه بتاعت السمك دي بتدي طعم حلو قوي للرز، تحسي ان انت قاعده في تكليف مطعم. هنا بقى الرز الميه كانت عندي غليت، كنت غسلت الرز كويس ونزلت بيه في الحله. وهنا كنت لسه ما كملتش بقيه السمك اللي انا وريته لكم، ده كان لسه اول كام سمكيه طلعتها من الطاسه. هنا بقى هقلب الرز بتاعي كويس واظبط ميته واوطي عليه واسيبه. عايزه بقى تحطي عليه طماطم، رز احمر يعني في ناس بتحبه. وهنا بقى كنت خلصت السمك، بوريكم بقول لكم بصوا السمكيه مقرمشه وجميله ازاي، بصوا جميله جدا اهي. والرز والسلطه والطحينه، طبعا انا عندي اساس الطحينه دي جنب السمك المقلي بحبها جدا. ان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد اي فيديو ينزل تشوفوه. ان شاء الله اشوفكم على خير، مع السلامه.